دخلت في علاقات كتيره وكلها فشلت، فقفلت خلاص بقى من العلاقات. طيب عندنا سكتين هنا. الجزء الاول انه كل العلاقات فشلت. النهارده لما اخش في كل العلاقات وفشلت محتاج اشوف ايه الباترن، ايه اللي بيتكرر في العلاقات. هل اختياري للناس فالناس فعلا كلها وحشه، ولا ممكن يكون في حاجات انا بعملها غلط؟ ومش عيب ان الواحد يراجع نفسه، يعني انا ابص ايه اللي ممكن اعمله غلط. هل معتقداتي انا على العلاقات غلط؟ هل اختياراتي غلط؟ هل انا ببعد ناس معينه عني؟ محتاج ابص لنفسي بصه صادقه مع نفسي، لانه في الاخر مين اللي هتضر؟ انا. سهل قوي ان ارمي واقول الناس كلها وحشه، سهل، بس محتاج برضه ابص لنفسي. قد يكون الناس فيها مشكله فعلا، الناس اللي قابلتها كلها وحشه وفيها مشاكل ممكن، لكن كمان بص لنفسك، لانه ده اللي بننسى نعمله. فهطلب منك حاجتين: بص لنفسك ايه اللي بعمله وليه العلاقات دي باظت، وكون صادق مع نفسي، لان مش بحكي لحد عشان هم عملوا. ماشي حاضر، بينك وبين نفسك فعلا هم عملوا كل حاجه وحشه ولا انا كمان كنت بعمل حاجات؟ الحاجه الثانيه شوف ايه الباترن، ايه اللي بيتكرر، مش معنى اخترت الناس دي. واسال نفسك من هو انا عايز اخش علاقات ليه؟ انت بتقول قفلت من العلاقات، هقول لك ايه المشكله ان انت قفلت من العلاقات. فاسال نفسك ليه علاقات، اسال نفسك ايه اللي انا بعمله غلط. الحاجه الثالثه شوف ايه الباترن المتكرر، النمط المتكرر في اختيارك للاشخاص دي. ساعتها هتنور معاك هو ليه كل العلاقات دي فشلت، وساعتها قرر هخش في علاقات تانية ولا شكرا على كده.